Beautiful cross on him, just delivered a great free kick. What can he do with the set piece here now? Into the penalty area goes, oh, it's a beautiful header, look at that. How strong and powerful was that? Remarkable effort there from Kwame. And he has just smashed the ball past Shafi to put TP Mazembe ahead. The smiling fans have just said absolutely everything. That was a delicious goal scored by Mondeko. And the former RC Kinshasa man, the 23-year-old, well, he is just celebrating in style, isn't he? There was nothing he could do about that. That was drilled so firmly past Chafi. And Mondeko, Kevin Zatu Mondeko is the man of the moment. That's a great goal. That really is. Kevin Mondeko Zatu, the defender, putting TP Mazembe 1-0 up after 15 minutes. Putu gets the ball out, surely it's going to be in the back of the net. Look at that! How about that for a ferociously fine counter-attack? And there's your goal number 2. Driven into the back of the net there by Mika. It was so slick that honestly, the Ravens, well, they're going to be celebrating in the stands. This is the perfect start to their campaign here in Lubumbashi. Trezor Mputu, just look. A few years ago, he'd probably go and try and score himself, but look how unselfish that was by the man who started that move. A beautiful finish there by Mika, and that's 2-0 for Pamphile Mahayo's side. And to be perfectly honest with you, playing football like this, well, you must definitely think that they could go all the way. They will have many obstacles on their journey, but this is fantastic football that they're playing, and it's so good to see Trezor Mputu back in the line. خطيرة كرة، حذاري حذاري، والهدف الثالث. الهدف الثالث لجاكسون موليكا. جاكسون موليكا يمضي الهدف الثالث لمازيمبي. 37 دقيقة تصبح النتيجة 3-0 لتي بي مازيمبي. جاكسون موليكا إذن يرفع الحصيلة إلى 3-0. شوف غياب التغطية في محور الدفاع بكعب الرجل ماد، وموليكا وحده في القائمة الثاني ينجح في إضافة الهدف الثالث. 3-0. كرة قوية من أوتشايا، وتألق سيف الشرفي في تحويلها. يبدو لي هدف رابع يتم احتسابه. نجح سيف الشرفي في ابعاد كرة بنسون أوتشايا. غابت المتابعة، وكيفن مونديكو قلب الدفاع يعود للتسجيل في شباك الشرفي. صاحب الهدف الأول كيفن مونديكو يضيف الهدف الرابع. شوف الشرفي قام بواجبه في صد كرة أوتشايا متأخر العفة. شوف واقف دفاع الافريقي، واقف وحده مونديكو امام شباك خالية. يضيف الهدف الرابع، 4-0. هذا كيفن مونديكو زاتو قلب الدفاع وصاحب الهدف الاول في دقيقة 12. يضيف الهدف الثاني ليه والرابع لفريق مازيمبي في 39 دقيقة. نهاية الفترة الأولى ديريك ساسراكو عوض ياسين الشماخي. هجوم لفريق مازيمبي والتصويب من بعيد جانبية لمرمى الشرفي. طبعا بعد استبعاد الإسماعيلي وحذف النقاط صعبت أكثر المهمة. بعد كرة وسام يحيى إلى خارج دخل الدفاع من كاباسو تشونغو.
إمكانية انطلاق هجوم جديد لفريق مازيمبي من كالابا. رينفورد كالابا يفتح الزاوية من وسام يحيى. التمهيد وثم تسلل كريستيان كوفي. ثم متسلل جاكسون موليكا. عيادي في وسط الملعب لأسامة دراجي يضغط عليه يا اخوانه. ترجع كرة لكالابا. تسديد والشرفي ينجح في ابعادها. تصويب من كالابا. سيف الشرفي في ابعادها الى ضربة ركنية في 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. سهولة كبيرة في اختصاصه يا اخوة وسام يحيى. زهير ذوادي ترجع مرة أخرى لكالابا. التصويب جانبية كرة رينفورد كالابا. واضح الافريقي يعني خرج من المباراة منذ الشوط الأول. المشاكل إصابة الحمزة العقربي. تريزور مبوتو تضرب على العارضة كرة تريزور مبوتو. زهير ذوادي يرجع دفاع مازيمبي. عرضية ذوادي بعيد على ساسراكو إلى خارج الملعب. أكيد سنشاهد الإعادة لتصويبة قوية من تريزور مبوتو. يتم التأخير الآن. يغادر حمزة العقربي والبديل يوسف العياشي ياخذ مكانه. هذه عادة لتصويب تمبوتو. اكتفى بالمتابعة سيف الشرفي ما عنده حتى حل لإيقاف هذه كرة. قلت المساحات موجودة يلقى كل الوقت تمبوتو. كالابا كريستيان كوفي لإسامان بيكو. هجوم لفريق مازيمبي. التوزيع وكرة بالراس فوق المرمى. كرة جاكسون موليكا أصبح منوب الحداد. ترجع كرة وسام بن يحيى. ساسراكو واستلام يصوب. هو موجود مونكورو. تصويبة الغاني. ساسراكو استوفى تغييراته. ميتشيميكا حط كرة لأوتشايا. 1-2 أوتشايا. كالابا تريزور مبوتو وسيف الشرفي في مكانه. شوف الشرفي يطلب من زملائه يعني المحافظة على التركيز. هذه بعض جماهير النادي الافريقي اللي تحولت لبومباتشي ماهوش غريب على ركنية للنادي الافريقي. التنفيذ في القائمة الثانية. كرة بالراس دراجي وهدف تثليل الفارق. أخيرا الافريقي ولو انه يبدو لي الحكم يلغي هدف فخر الدين الجزيري مسبوق بمخالفة. أمام بيكو. إسامان بيكو يدخل منطقة الجزاء. بيكو حط كرة. موكيلا والهدف الخامس. يحوز وحده موكيلا. ياخذ كرة في عقله. يراوغ بالشرفي وحده أمام شباك خالية. جاكسون موليكا يرفع الحصيلة إلى 5-0 لمازيمبي. ثنائية لجاكسون موليكا اللي كان سجل في 37 دقيقة يعود للتسجيل في 61 دقيقة. شوف العمل اللي قام به الظهير جوز إسامان بيكو. يطلب كرة موليكا في دار المدافعين. يراوغ بالشرفي والبقية هدف خامس. 5-0 لتيبي مازيمبي. 5-0 لمازيمبي. أصبحت ثقيلة عريضة النتيجة. وطبعا ينطلق مع ليكونزا. ترجع لكاباسو تشونغو مع كيفين مونديكو. إمكانية المرور. كرة خطيرة لفريق مازيمبي والهدف السادس. أسرع على تهديف تريزور مبوتو. يوصل إلى غايته مطلع دقيقة 76. سددها على العارضة في بداية هذا الشوط الثاني وينجح هذه المرة كالعادة دون رقابة. تريزور مبوتو في كرة عرضية يبغض سيف الشرفي ويرفع الحصيلة إلى سداسية. 6-0 لتيبي مازيمبي هنا في لوبومباتشي أمام النادي الإفريقي.
مراوغة كانت من جاكسون موليكا، يفتح الزاوية. شوف الجزيري، شوف الجزيري وشهاب الصالحي، بين الجزيري والصالحي تريزور مبوتو يلقى الطريق مرة أخرى لشباك سيف الشرفي، و6-0 لتيبي مازيمبي. كرة قصيرة من ميتشاك إيليا، ميتشاك إيليا التصويب، والهدف السابع، الهدف السابع، هدف سابع ميتشاك إيليا، هو الهجمة وهو اللي أنهاها. لعب خلف الشوط الثاني مكان عبد الله سيسوكو. يمكن هي سيناريو المباراة أنه قبل أهداف في توقيت مبكر، لكن هذا ما يبررش هذا الانهيار والاستسلام. يتدخل يوسف العياشي، تريزور مبوتو الهدف الثامن. شوف كورة تريزور مبوتو وكأنها به في حصة تدريبية. هدف ما يتسجلش في حصة تدريبية، هدف تريزور مبوتو، الهدف الثامن لتريزور مبوتو، والثنائية الثالثة في هذه المباراة بعد ثنائية لمونديكو، ثنائية موليكا. يتدور على تريزور مبوتو بعد أن سجل في دقيقة 76، يسجل في دقيقة 83. يخسر ويفقد توازنه يوسف العياشي في ضغط من جاكسون موليكا. هل كانت هناك مخالفة أم لا؟ ولو أنه يوسف العياشي حب فقد توازنه وحب يرجع.